الأزمة الحقيقية مش التعادل مع إليتش، الأزمة الحقيقية هي تكرار الأخطاء. فعليا الإصرار على عدم وجود فينيسيوس كأساسي على الرغم من أنك بتلعب أمام فريق متكتل دفاعيا، وبتعرف أنه مهارة فينيسيوس هي أفضل شيء ممكن يحل لك التكتل الدفاعي. الإصرار على عدم وجود رأس حربة صريح على الرغم من أنه فريقك غير قادر على لعب الكرة على الأرض. الإصرار على وجود بيلينغهام خلف صانع الألعاب وهو غير ملتزم في الدور وغير مقتنع فيه تماما. يا أخي العب ببيلينغهام رأس حربة وهمي، يا أخي العب ببيلينغهام صانع ألعاب، خلينا نستفيد من إمكانياته. في فرق كبير بين إنك تكون مدرب صارم وعندك كاريزما وبين إنك تكون مدرب تصادمي. إنك تكون تصادمي يعني إنك فعليا تحط اللاعبين في ظروف غير مناسبة، تعطيهم أدوار ما بيعرفوا يقوموا فيها وتجبرهم عليها، هيك رح تخسر التأييد شيئا فشيئا. الصرامة هي اللي بتخلي اللاعبين يلتزموا في التعليمات، بينما التصادم هو اللي بيخليك تخسر تأييد اللاعبين شيئا فشيئا. فعليا انت بتيجي تطلع وتشوف رودريجو غير مرتاح مع ألونسو، فينيسيوس غير مرتاح مع ألونسو، فالفيردي غير مرتاح مع ألونسو. كمان في عنا ألونسو عنده مشكلة انه هو شايف الحل بس ما بيستخدمه. في عندي كمان نقطة خلتني أصاب في الذعر أثناء متابعتي للمباراة في الحقيقة، وهي انه اللاعبين ما عندهم رغبة في الفوز، عندهم برود وما عندهم رغبة في الفوز لانهم غير مرتاحين مع المدرب. اعتقد انه تشافي ألونسو محتاج يسمع آراء لاعبينه لحتى يوصل لأفضل صورة للفريق ويجبرهم على الالتزام بتعليماته لحتى ما يخسر منصبه كمدير فني لريال مدريد. لأنه أعتقد في ظروف مثل هذه الإدارة صعب جدا إنها تدعمه على حساب اللاعبين، وهي شايفة إنه معظم اللاعبين غير مرتاحين تحت إدارته.